لو ما جربتوش الفول بالطريقة دي تبقي لسه ما كلتيش فول. لو انت من الناس اللي اساسي عندهم الفول في وجبة السحور، فلازم تشوفي الطريقة. ومتنسيش قبل ما نبدأ تعملي لايك وشير للفيديو لو عجبك، وتعملي اشتراك للقناة. انا معاكم من مطبخ عامر. صلوا بينا على النبي وزيدوا النبي صلاة. وتعالوا معانا بقى كده نجيب كيس الفول بتاعنا، ونبدأ مع طاجن فول طعمه ولا اروع. طبعا ده شكله بعد ما استوى. معايا بقى حوالي 3 بصلات صغيرين، بس هنعمل فيهم تركاية بسيطة كده، لان احنا طبعا هناكل الفول ده في وجبة السحور، فمش عايزين نتعب يعني طول اليوم في الصيام. هتيجي حضرتك تحطي على البصل بتاعك وهو متقطع مفتوح فيه فتحة كده شوية من المية وشوية من الخل، علشان بس نقلل من حدته شوية. بعد كده هنقطعه مكعبات صغيرة. تمام كده. وعندي برضو حوالي 3 طماطميات صغيرين او وسط زي ما تحبي يعني، و2 فلفل، بس الفلفل مش حار. لو بتحبيه حار براحتك عادي زي ما تحبي، بس دول ال3 حاجات الاساسية، ويطلع معاكي طاجن فول في اللذيذ جدا يعني. خلاص هنحط بقى شوية زيت. عايزه اقول بس ملحوظة ان عادي ممكن تعملي في اي طاسة عندك، يعني مش لازم طاجن. وملحوظة كمان ان مش كل الطواجن يا جماعة بتتحط على النار مباشرة، لان في طواجن اول ما تحطيها على النار مباشرة بتتكسر. تمام كده. طيب انا حطيت بقى معلقة من السكر في المادة الدهنية بتاعتي علشان حاجتين. اول حاجة الحموضة بتاعت الطماطم ما تتعبناش برضو، والحاجة التانية ان السكر مع اي حاجة فيها طماطم وبصل بيدي تيست تحفة جدا. خلاص كده. معلقة السكر كرملت معايا كده، فنزلت عليها بالبصلايه اديتهم تقلبتين 3 لغايه ما احس ان البصلايه ابتدت تاخد لون حلو قوي وتدبل معايا. ما تتحمرش خالص خالص خالص، هي بتاخد لون من السكر. طيب هنسيبها بقى براحتها كده شويه ونقطع الطماطم بتاعتنا مكعبات برضو، والفلفل. خلي بالنا مش عايزين البصله تاخد لون، ولا تاخد لون ولا تتحمر، زي ما قلنا يا دوبك ان هي هتدبل. طيب هحط ايه توابل بقى على الفول بتاعنا. الفول تقريبا ما بحبش توابل غير الفلفل اسود وكمون، يعني يوم ما نكتر قوي يبقى كزبره، بس انا مش حاطه هنا كزبره بصراحه، انا حطيت فلفل اسود بس، ما كانش متاح كمون يعني، فانت لو عايز تحطي كمون حطي كمون. اهو شايفين البصل بدأ يعني ياخد الدرجه اللي احنا عاوزينها، لسه شويه. زي ما قلتلك ان انت تقدري تعمليه في اي طاسة ألمونيوم عندك، تيفال، سيراميك، اي حاجة، مش لازم فخار. بس بصراحة الاكل في الفخار بيبقى ليه طعم ومذاق مختلف يعني، سبحان الله. خلاص بصوا البصلايه بقى بتاعتي اهي خدت التسوية اللي انا عايزاها. ابتديت انزل الطماطم والفلفل. خلي بالنا مش هسبك الطماطم ولا كده، يا دوبك بس ان هي تنزل شوية مية بتوعها، يعني كله يختلط ببعضه كده. وحطيت ربع معلقة من الفلفل الاسود، ما تكتروش فلفل اسود علشان طبعا يعني الاكل ما يتعبناش في الصيام. وشوية الملح اللي احنا عاوزينها، نراعي برضو ان الملح ما يبقاش زيادة قوي. بس زي ما قلت لكم ان الطماطم والفلفل نزلوا شوية المية اللي فيهم، فنزلت عليهم بكيس فول، كمية الفول اللي انتوا عاوزينها يعني. هسيبهم بقى يبقبقوا شوية كده مع بعض، مش كتير يعني، حوالي 5 دقايق ولا حاجة. غطيت الطاجن اهو. وطبعا بعد كده
هنكسر فيه بقى 2 بيض او 3 زي ما تحبي. طعمه بيبقى خرافي بجد خرافي. طبعا انتي لغاية الخطوة دي كده هنغطي الطاجن بتاعنا ونسيب البيض لغاية ما يستوي ونطفي عليه. تقدري ان انتي تكملي الخطوة دي في الفرن، فكله ليك مطلق الحرية براحتك خالص. طبعا بيطلع يا جماعة شكله وطعمه وريحته تحفة جدا بجد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وتعملي اشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.